يلا نسوي البشاميل، لان ناس كتير دائما يقولوا لي البشاميل يكتل وما نعرف نسويه. هو مره سهل بس يبغى له تكنيك. دحين هنا 100 جرام زبده، يدي فيها دقيق. 100 جرام زبده مسيحتها، بتحطوا عليهم 5 ملاعق دقيق. 1 2 3 4 5. طيب طبعا انا ماني موقفه، انا فاتحته عشان تشوفوا كل شيء، كل التفاصيل يعني، بأدق التفاصيل. سوري. شوفوا احب احمصه شويه عشان يطلع نكهه. دحين هنا المشكله، دائما يكتل في هذه الخطوه. بنحط الحليب بالتدريج، يعني شوفوا قد كده. وش اسوي؟ طبعا النار عاليه، اقلب شويه. شوفوا، واحده واحده اهو. عادي بيكتل في اول شيء، مو مشكله. كويس. بعمل اصابات جامده هنا، فجزمات. المهم شوفوا، واحده واحده. هو في الاول بيكتل يفجعكم عادي، واحده واحده. بس لازم بالمضرب، ما يكون بملعقه ولا شيء. خلاص شوفوا دحين. اهو شوفوا الكتل دابت تماما. اسيبه بس شويه يتقل وبرجع لكم عشان ما يطول الفيديو. وهو يتقل يعني ما اسيب المضرب كل شويه، يعني اشيله دقيقه كده وارجع تاني اقلب عشان ما ينحرق من تحت، وفي نفس الوقت ما يسوي كتل. خلاص يعني ما يجمد من تحت وهو يبقى سايل. شايفين؟ عادي، واشيلها شويه وارجع تاني اقلب وزي كده لين يثقل. شوفوا بدأ يثقل. الحين ايش بسوي؟ هذه موية بصل، هذه الشيفات يسوونها مرة حلوة. طيب علبة قشطة عشان تخلي القوام كريمي وألذ، كأنها كريمة طبخ.